أهلا أعزائي متابعين فيديو جديد وتأليف جديد من عيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا وحلقة جديدة من قصة الرعب المستشفى المسكون. طبعا يا أعزائي المتابعين احنا كنا عاملين تأليف لحلقات مسبقة في القصة دي، لكن للأسف يوتيوب حصل فيه مشكلة والفيديوهات دي اتمسحت. فهنحاول نلخص الحلقات اللي تم تأليفها. هما كانوا 3 حلقات تم تأليفهم وتنزيلهم في القناة، ولكن اتمسحوا للأسف، فاحنا هننزلهم تاني. طبعا يا أعزائي المتابعين قبل أي حاجة ما تنسوش تحطوا لايك جميل وكومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. طبعا يا أعزائي المتابعين الحلقة رقم 8 بتحكي عن جواز باسم. جواز باسم ده اللي هو مين؟ اللي هو كان الشبح مريم دي هي اللي بتحبه. فاللي حصل ان هيحصل احداث مرعبة في الحلقة جدا، وده بسبب ان الشبح مريم كارهة ان اللي كانت بتحبه هيتجوز واحدة غيرها. فطبعا ده حاجة يعني احداثها مشيقة جدا، وكل حاجة مكتوبة في التأليف بالحرف. اقروا التأليف بعناية جدا وركزوا في كل حرف في التأليف، هيعجبكم يعني هيعجبكم. متنسوش تحطوا لايك وتحطوا كومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أعزائي المتابعين احنا عايزين نوصل القناة ل500 مشترك. عايزين نوصل القناة ل500 مشترك. ليه يا أعزائي المتابعين؟ القناة لما توصل 500 مشترك هيحصل تطويرات كبيرة جدا جدا جدا. احنا الحمد لله رجعنا، والحمد لله الحمد لله إن الأزمة المالية اتحلت بفضل الله تعالى. اتحلت الأزمة المالية، فإحنا خلاص نقدر نرجع وبكل قوة. أنا نزلت فيديو امبارح أو أول امبارح، والفيديو ده أنا بصوره دلوقتي وممكن أنزله دلوقتي أو الصبح. فيا أعزائي المتابعين ما تنسوش تحطوا اشتراككم في القناة عشان بنسعى دايما للتطوير الأفضل. طبعا انتوا عارفين سبب إنشاء القناة ايه؟ سبب إنشاء القناة هو الدخول في مجال التمثيل أو مجال الفن. يعني احنا انشأنا القناة دي مش على الفاضي والله، ولا هبل مثلا أو عبط، لأ، في هدف من إنشاء القناة دي. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.